السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا لليوم حتكون عن نعم، سوف تكون عن قصة دار الأيتام القاسي، نفس ما شفتوا طبعا في العنوان. فيلا نبدأ. لا 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 لا، هناك طفل يتيم. مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. ماذا تريدين مني؟ أين أمك؟ أمي أحضرتني إلى هنا وقالت أنا لا أريدك، اذهب إلى هنا، ورمتك. نعم نعم، حسنا حسنا، اذهبي للداخل وأجلس هنا. يا فتاة، أنا لا يمكنني تربيتك، فأنت لست بنتي، ولكن أنت عمي. لا أحب تربية الأطفال، أنا لا أحب تربيتك أنت بالذات. أربي أي طفل أراه في الشارع إلا أنت. اذهبي إلى هذا دار الأيتام. لا أريد يا عمي. حسنا حسنا، دعينا فلنتجول هنا. مرحبا، أريدك أن تأخذي هذه الطفلة عني. لماذا؟ إنها ليست ابنتي، بل ابنة أخي، وأخي توفى وأمها تخلت عنها. أنا ماذا أريد بها؟ أنا لا أهتم بها. لا يمكنني حمل مسؤولية أطفال. حسنا حسنا، تفضلي تفضلي يا فتاة. إلى أين؟ دخلي هنا، اجلسي هنا وحسب. دخلتها. هل تمتلك أطفال أخرى؟ نعم. هذا جميعا يحتاجون دار الأيتام. هذا، هل أحد من هذول الأطفال عندهم مرض؟ نعم. فقر الدم. ها؟ نعم، فقر الدم. أي واحد. هذه، هل أنت متأكد؟ وهذا فيه سكر، ولكن انتبهي، لا تأكليهم الكثير من الطعام. هيا يا أطفال، اذهبوا ورتبوا الأماكن. هيا رتبوا ونظفوا المكان. عمي، لماذا فعل هذا؟ أمنا موجودة، أمنا هنا، والله هنا. أريد ماما. ماذا هنالك؟ لماذا تبكون؟ عمي ألقانا هنا. نحن لم نعود إلى المنزل. أريد عمي، أريد أمي، أعيدينا إلى أهلنا يا امرأة. لا عودة. الآن نظف المكان. حسنا. بعد أن رتبوا المكان سوف أحرمكم من الأكل، بما أنكم بأنكم لم تسمعوا كلامي. هيا اذهبوا وناموا بلا أكل وبلا طعام. أنني أتضور جوعا، معدتي تؤلمني. أريد أكل يا امرأة، أنقذينا، لا يمكننا الأكل. هل تظنون أنني امرأة لطيفة؟ لا بالتأكيد. هيا اذهبوا وناموا طول اليوم. أريدكم أن تقومون من الجوع، حتى لو تبكون دماء لن تأكلون. اذهبوا وناموا. يا إلهي، هنالك الكثير من الطعام، أود أكله. أريد أن أكل طعامي. كلنا يا فتاة، فلننام يا بنات يا أصدقاء. أريد أمي. ناموا الجميع ما عدا شخص واحد. لا، هذا شيء مستحيل. إنني أتضور جوعا، فسوف أذهب وأكل أي شيء سوف أكل. المهم أنني أكل، سوف أموت جوعا.
إلهي، أريد أن أكل. كيف أكل؟ ماذا أكل؟ أضع هذا، أريد هذا. كيف؟ يا معدتي. إنني أفعل أشعر بالدوار يا معدتي. نعم نعم. نامي وإن شاء الله لا تقومي من الموت. خل نسوي شيء صحن المعصوبة بقى أو كده. يا أصدقاء استيقظوا، إنني أشعر بالدوار. الآن ما عليك سوى النوم. نحن سوف نطفئ التكييف. ممكن أنك من البرد. نامي هنا واشعري بالدفء. يا أصدقاء نريد الهرب من هذا المكان. هذا المكان جدا صعب بصراحة، ونحن نريد العودة إلى بيوتنا. نعم كلامك صحيح، نريد أمهاتنا. نعم جميعا نريد أمهاتنا. نشتاق إلى أهالينا. نعم نشتاق إلى أهالينا. نريد أن نأكل. نعم نريد أن نأكل. سوف أخرج من هنا، إنه مكان قبيح بالفعل. هيا فلنذهب للبحث عن طعام. يا إلهي هناك الكثير من الطعام. يوم 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 يوم، معدتي ترقص من الفرح. فقط خذوا القليل، خذوا واحدة لكي لا تشعر هذه الامرأة العجوز. فلنأخذ قطعة للفتاة. استيقظي استيقظي. ماذا؟ خذي هذا طعام لك. شكرا شكرا، معدتي كانت تؤلمني. في الساعة 4 فجرا. اسمع، هذه الفتاة تريد التحكم بنا. نعم نعم إنها تريد التحكم بنا، فلنتركها هي وهذه الفتاة. إنهم عديمات فائدة. واحدة منهم تحسب نفسها الملكة والرئيسة، والثانية تتدلع وتفعل الحركات الموجودية. فلنهرب الآن بما أن الشمس قد شرقت، وأتوقع أن الامرأة تلك ليست بقائمة، يعني مو صاحية أبدا. يا إلهي، أنا أعلم ماذا سوف أفعل بكم. هيا مامي، هيا مامي، هل تعلمون ماذا سوف أفعل بكم؟ تشك، لقد كسرت هذه الزجاجة. هل تعلمون أين مصيرها؟ نعم في رأسكم. طق طق طق. يا رأسي يا رأسي. هيا سوف أرميهم إلى هذا المستشفى. الآن سوف أرميهم بعد ما أن خدرتهم وجعلتهم يموتون بعد أن قتلتهم بهذه الآلات. استمع، فلترميهم إلى هذه القمامة أو الحاوية. أريد أمه. هذول أيضا سوف أقتلهم. أما تلك الفتاة فدعها تعاني. أين أصدقائي؟ أينهم جميعا؟ أنا أعلم ماذا سوف نفعل. دع يدك في يدي، والآن نحن سوف نهرب. هيا يا فتيات أنتن استيقظ. نعم ماذا تريدون؟ استيقظنا يا فتيات، حان وقت الزرع والحصاد. نحن سوف نذهب لننام هنا. نرقد هنا نصرح ليل، ما في فائدة. حان وقت الخطة. هيا بنا. أنا أعرف رقم مستشفى. حسنا، أنا سوف أذهب لأتفحص المكان. حسنا.
أنا أعتذر. أنا لا تضربيني أرجوك. سوف أضربك ضربا مبرحا. تك 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 تك. هيا، سوف أرميك إلى الحاوية. يا إلهي، ما هذا الصوت؟ سوف أختبئ هنا. ماذا أفعل؟ يا إلهي، يبدو أن هنالك امرأة سوف تدخل. أنت سوف أضع هذه في عينيك لتحرقك وتبكين أكثر لتندمي بالهروب ولتفكري مرة أخرى بالهروب. نعم، هذه آخر لحظات سوف تعيشينها في حياتك. الآن موتي. تخلصت منها في الحاوية. الآن سوف أكمل نومي. مرحبا، المستشفى. أنا أحتاج مساعدتكم، فقط تعالوا إلى هذا الموقع. لا سوف أرسل لكم إياه. نعم، سوف تأخذون الموقع من الاتصال، أرجوكم. يا راسي. طبعا ترقبوا الحلقة القادمة، وإن شاء الله هتكون قصيرة بعد. طبعا هذه الحلقة مرة طويلة، آسفة طولتها مرة، لفقدت جهد الإنقاذ. أتمنى أنكم تحطون لايك وشير، وأكيد سبسكرايب. يلا تنتظرون وانتظروا بارت 2.